احنا النهارده بقى في البودكاست بتاعتنا، بودكاست الحبايب من كنز، هنتفرج على شويه منتجات على كنز ليها علاقه بالمطبخ. اوكي يعني نحاول نشوف هي بتعمل ايه وبتشتغل ازاي وايه النظام. زجاجه مياه تحفيزيه، لا استنى ما اعرفش، كانت حافظني ان انا اشرب ميه، يعني لو تقريبا يعني الصبح بتقول لك جود مورنينج، صباح الخير. محدش بيقول لي جود مورنينج. انا مثلا بايس قوي للدرجات ان انا اجيب ازازه ميه عشان تقول لي صباح الخير. يعني انا ممكن اشتريها مثلا بجد. والله لو انا قاعد زعلان مثلا في يوم نجيب ازازه الميه دي تقعد ده كلام كده اللي هو يلا تقدر تعملها. ده حوز. ده تحفه. غالق الاكياس اليدوي انا بقفلها بالكليبسه دي. بحبل مثلا لا اعتقد انه بيسخن يعني كبس لما تكبسي ده تحفه. ده نفسي اجيبه ده. دي حلوه بصراحه. ايه الورق اللي بيتحط في الاير فراير في المقلاة الهوائيه. يعني انا كان نفسي من زمان ان انا اجيب البتاعه دي احطها بدل ما كل شويه اخلص اكل واغسلها وانضفها، اللي هو مره وخلاص وارمي الورقه وبتاع. بس اول ما اجيب الاير فراير على طول في حنفيه صودا. حنفيه صودا لونها احمر تقريبا، بتقلب الازازه على وشها، بتحطها هنا وبعدين تدوس هنا تنزل من الناحيه الثانيه، تبقى كانها ديسبنسر كده او اللتر مثلا، فبعمل كده. طب هي اصلا مش صودا، ممكن تبقى ميه او اي حاجه، ابشره صغيره وفي نفس الوقت مغناطيس. هي بصي هي ليها ميزه ان احنا ممكن نعمل بيها التوم، نعمل بيها الحاجات البصل الصغيره عشان ما تنسيش الكبيره برضه بعد ما تخلصي. يعني غريبه شويه بالنسبه لي. هتسهل عليكي وتسهل تاخديها معاكي في ميداليه مثلا لو حبيتي تشتري حاجه وانت ماشيه. ايه ابشر ايه؟ ساعات لو في حد يقول لك حاجه في الشارع على ساعات انا بمشي ساعات في الشارع بلاقي الناس تقول لي معاكم في الشارع، بقول لهم لا دي حلوه جدا. بس دي كمان لا دي حلوه دي، عارفه الحاجات بتاعت حصص التكنولوجيا اللي هي لوح تقطيع وفي نفس الوقت طبق وفي نفس الوقت مصفى وفي نفس الوقت دي بس المنتج ده خلاص جهزي نفسك للجواز بالجهاز بالظبط كده. لوح تقطيع قابل للطي متعدد الاستخدامات. حامل خشبي لتنظيم كبسولات القهوه. تحفه. كبسولات بكام؟ انا جامد والله. بكام اصلا؟ ب 108. ب 108 اذا كبسوله ب 300. ما مكنه القهوه اصلا غاليه، يعني انا معيش ان انا اجيب مكنه قهوه، بس لو جبت مكنه قهوه هات بقى على حامل التنظيم. وش الناس كده هي داخله تشوف ان احنا اغنياء، يعني عندنا ممكن تجيبها تحطها ما تجيبش المكنه خدعه، والناس تقول لي عايز من ده واقول له لا والله ما فيش، المكنه بايظه تتصلح. جايب الناس تعزيها.